الناس فهمت ان انا جبت مثلا 33% نتيجة ثانوية عامة علمي علوم غلط. ما كانش لازم ان انا ابرر، لان في ناس اصلا سببت شهادتي، فانا طلعت اضحك على شهادتي عشان خلاص بقى مش محتاجة ان الناس تاخدني ضحك والكلام ده. فانا قلت خلاص اضحك على خيبتي احسن ما حد يضحك عليا. جبت 33%. انا اصلا كنت بادئه عادي بدرس، حصل ظرف عندي. هحكي الظرف. اتحبست تاني يوم بعد ما طلعت من الحبس، شقتي ولعت. فاكيد فضلت اشتغل كميديا وساعدت في ان انا اقفل شقتي. وقلت انا رايحه على الامتحانات، يعني قلت اسعى يا عبد وانا اسعى معاكم. ورحت على الامتحانات وقلت ايه، انا هعمل اللي عليا لاخر لحظه، نجحت ما نجحتش عادي، انا عملت اللي عليا. وانا عارفه ان انا داخله وضامنه ان انا مش ناجحه. انا عارفه ان انا داخله وضامنه ان انا مش ناجحه. بس دخلت وامتحنت وطلعت من الامتحانات تمام، وجبت الشهاده. وكان مجموعي وحش جدا، مصر كلها اتريقت على مجموعي. وفضلت اضحك معاهم، ما هو مش هخلي حد يضحك عليا واسكت يعني، لا اضحك عادي. مش خلي ان دي تبقى نقطة ضعفي او حد يمسكني منها او حد يزعلني او حد يعرف يقفشني ازاي. لا، ضحكت وعملت الموضوع مش مؤثر، مع انه كان مؤثر جدا. كان الموضوع بالنسبة لي اصلا كان حياة وموت بالنسبة لي انا، مش بالنسبة لاهلي. ان اهلي عارفين ان انا من جوايا كنت عاملة ازاي. فانا بقول لك، انا واحدة طالعة بقول لك انا ما عملتش اللي عليا، فده كان نصيبي، او كل مجتهد النصيب. فانا ما عملتش اللي عليا، ده كان نصيبي. فمش اخر الدنيا والله جبت مجموع وحش. انا طالعه بقول لكم مش اخر الدنيا، ربنا بيعوض من حتت، من حاجات كتير قوي. مش نصيبك، مكتوب لك، ده مكتوب لك، مش اخر الدنيا يعني. مش فبلاش تعيط، بلاش تقفل على نفسك وتكتئب. هم اول كام يوم او اول شهر هتبقى الدنيا معاك كده، بس يعني الزعل والعياط مش هيرجع اللي فات، مش هيرجع لك ورقة الامتحان ويعيد الامتحان وتحل. اللي حصل حصل. ولو اتظلمت ف يعني انت نام مظلوم احسن ما تنام ظالم. فالكلمة دي اتقالت لي وانا طول عمري ماشية بيها، انام مظلومة ولا نائم ظالمة حد. فلو انت اتظلمت بجد افهم ان انت يعني هدفك وكل اللي انت عايزه انت هتاخده في اخرتك، وانت ما خدتوش في دنيتك. النجاح مش شرط يبقى في الدنيا، النجاح اهم في الاخره. انا مش شرط، انا اصلا اطلع اديك نصيحه تنجح او ما تنجحش. انا بقول لك انا خلاص، انا اتشفت اللي هو انا انسانه فاشله، ودي جايبه مجموعه قد النمله، ودي خلاص اتشفت كده. مهما توضح مفيش، كله شايفك فاشل. ف ما فيهاش يا صاحبي. نجحت ما نجحتش ده لنفسك، والله العظيم ده لنفسك. وعايزه اقول في ناس كتير معاها شهادات ومعاها تعليم حلو جدا وقاعده ومش حابه تشتغل بيه. فمش اخر الدنيا والله العظيم، مش رزقك ومش نصيبك. والله اعلم لو كنت جبت المجموع اللي انت عايزه، اشتغلت المهنه اللي انت عايزها، الله اعلم كان ايه ممكن يحصل ماذا بعد.